ألم المعدة مش بسيط وبيتكرر كتير وبتاخد له علاج من الصيدلية أو من واحد صاحبك، ممكن يكون علامة لشيء خطير. أحبابنا الكرام، أهلا بكم. ألم المعدة المتكرر اللي بتجيب له أدوية من الصيدلية بقالك شهور وسنين، وبتاخد دواء من زوجتك أو بتاخد دواء من صاحبك أو بتاخد دواء قريت عليه على الميديا إنه بيريح المعدة، ده شيء مش صح، وخاصة لو كان الألم مستمر ومن فترة طويلة وبيزداد. ده مش شيء صح إنك تاخد علاج من أي حد. الصح إنك تكشف، تتفحص، ويتعمل لك بعض الفحوصات اللازمة لتشخيص حالتك. ألم المعدة ممكن يكون إنذار لشيء مش بسيط. ألم المعدة المستمر ده ممكن يكون بسبب ارتجاع مريء، ممكن يكون بسبب مشكلة في الكبد، مشكلة كبيرة في المرار، ممكن يكون مشكلة في الطحال، ممكن يكون مشكلة في البنكرياس عند بعض الناس، ممكن يكون مشكلة للخبطة في الهرمونات، ممكن يكون زيادة نسبة أملاح وأيونات الدم زي الكالسيوم. الرسالة إن ألم المعدة ممكن يكون شيء بسيط وممكن يكون إنذار لشيء مش بسيط، محتاج تتفحص وتتعالج صح. شفاكم الله وعافاكم، ونشوفكم دايما على خير. دكتور إسماعيل قاسم، استشاري أمراض البطنة وجهاز الهضم والكبد والمناظير بمعهد الكبد القومي.